صباح الخير حبيباتي، صباح الورد والتيسير عليكم كاملين. صباحكم مبروك ونهاركم مبروك ان شاء الله. كما كتشوفوا البنات انا جيت هنايا، ما قدرت الصراحه نفطر، جيت خديت هنايا غير قهوه وجيت جلست قدام البحر غير يضرب هكا فيا شويه ديال البرد، عاد نرجع للدار. صبحت مزيره شي شويه وشتي والله يرحمنا بها. نهار جديد، فيديو جديد ان شاء الله. عندكم معايا للدار نوجد واحد الغديوه غادي نتقدى. بعدا خرجت باش نتقدى وقلت علاش لا ما ندوش ناخذ كويس ديال القهوه وعاد غادي نمشي للدار. وخليكم معايا ما تمشيو فين. وغنشارك معكم غديوتي اليوم البنات اللي هي غديوه سهله وتجي لذيذه بزاف، دجاج في الفران بواحد الطريقه اللي زوينه وبتتبيله اللي هي زوينه. هنا كما تشوفوا عندي 2 معالق الموطار، 2 تومات دروس ديال الثومه محكوكين كبار، مليحه، خرقوم بلدي وسكينجبير وشويه ديال الملحه وشويه القزبور معدنوس. كما تشوفوا البنات درت ليه الاقامه، خليته يشرب. هنايا خديت ربعه ديال الكبده ديال الدجاج، زدتها بوحديتها، غادي نديرها البنات دغمرتها. هنايا درتها في مريقه مع طريف ديال الحامض مصير، نص حامضه مصيره درت، قسمته على 3 وشحاته. درت معلقه صغيره ديال السنيده، صغيره بزاف، يعني بحال تقول الراس د المعلقه السنيده، باش تعلك ليا هكا التغميره. درت التغميره هكا غير في الكويسرينه. والدجاجه البنات دخلته للفران على حراره يعني اللي هي معتدله. وغادي ندوز نوجد معكم واحد الزعلوك اللي كيجي لذيذ ولا تكتوكه هذه البنات، ماشي زعلوك ولا بودنجان. هنايا غادي نحتاج 2 فلفلات كبار، 2 مطيشات كبار، وهنايا اللي في الجنيب واحد السويدنيه اللي شويه حاره. كما تشوفوا درت كمون، ملحه، سكينجبير، تحميره، 2 دروس ديال الثومه، ودرت انا زويته بلديه والقزبور معدنوس. كنطيب بنص كاس ديال الزيت البلديه البنات وكنخليها طيب على عافيه مهيله. وبالنسبه للفريته البنات كنصحكم ديما تاخذوا هذا الفريت اللي بالنباته، راه غزال يا البنات، كيجي واعر بزاف في القلي. وباش نسهل عليا البنات التمارين الاسبوع المقبل غنكونوا خدامين، فانا السيمانه الاخر السيمانه كنوجد كلشي اللي خاصني السيمانه الجايه ان شاء الله. هنايا بالنسبه للفلفلات في اللوان جبتهم غسلتهم، فلفله كبيره خديتها بالالوان، غسلتها ونقيتها وقطعتها هنايا دي بتي مورسو دي كارو صغار، وهنا قطعتها شرائح طويله. واحتفظت في هذه العلبه هذه اللي خديتها بابي سولوفان باش نحافظ عليها طريه اكثر، وملي غنحتاجها يكفي انني هذه غنصايب فيها 3 ديال المرات ان شاء الله في هذا الاسبوع الا بقينا بالحياه. كناخذها هكا ملي كنبغي البيتزا كنعجن لي فونتا وما كنخبيهم في الفريغو في المجمد، وكنبقى نجبد داكشي كنلقاه طري. نفس القضيه غادي ندير لها القزبور ومعدنوس اللي جبتو حتى هو ونقيته مزيان وغسلته مزيان اكيد. من بعد ما نشفتو البنات غادي نوضعو في هاد فهاد الطحان هادي اللي غادي نطحنو فيها مزيان وغادي نحتفظ به حتى هو في المجمد. هكا البنات كيجيني سهل يعني في الخدمه، وراكم عارفين المراه العامله واي وحده راه خدامه راه ما عندهاش البنات الوقت باش تجي عاد تقطع القزبور معدنوس، تدخل حتى ل5 ساعات تقطع القزبور معدنوس عاد ديرو يطيب، وعاد يعني كتبغي تسهل عليك اي حاجه باش تجيك سهله وتوجديها على بكري. الا بغيتوه ما بغيتوش ديروه في المجمد كديروه في قرعه الزاج اللي كتعقموها قبل، وكديروا معاه معلقات ديال لا كان كثير كديروا 5 د المعالق ديال الزيت الروميه، كان قليل على حساب لا كونتيتي ديال القزبر ونص كديروا الزويته وكتحتفظوا بها في الثلاجه لتحت، كيبقى صالح لمده ديال اسبوع وكثر. نفس الطريقه البنات النعناع، هنا خديت النعناع وخديت نعناع لابدي وخديت البروج، النعناع ديال البروج كيقولوا ليه، نقيته مزيان ما غسلتوش البنات، وغنديروا في واحد العلبه اللي غادي نفرش لابابي سوبالان وغنوضع فيها داك النعناع ديالي كامل، دوك التخليطه غنوضعها كامله، كل جنيبه نوضع فيه واحد الحاجه اللي انا كنبغي نشرب فيها اتاي، وغنغطيه عاوتاني بابي سوبالان. فكيبقى ليا البنات المده ديال اسبوع حتى الاسبوع ونص، كيبقى طري ما تيكحال ما تيخسر ما والو. جربوا البنات هاد الطرق يعني اللي كتسهل عليكم شي حويجات. كيبقى لي هذا النعناع ديال السيمانه كامله مزيان وطري وخضر، ما تيخماج ما تيدير لا مال حتى شي حاجه، كيبقى ليا لمده اسبوع قلت لكم حتى اسبوع ونص. غير جربوا هاد الطرق وردوا عليا. يعني اهم حاجه ان البواطات اللي كنديروا فيهم تكون الميكا ديالهم اللي هي صحيه وتكون من الاحسن بيضه.
وكنوضعها في الثلاجه. ملي كنبغي نجبدها نستعملها كنلقى كلشي عندي واجد. النعناع من الاحسن البنات ما تغسلوش لانه كيفسد. كما شفتوا القزبر المعدنوس هو هذا، لويتو تا هو بابي سولوفان باش حتى هو كيبقى طري البنات. وكما قلت لكم الا بغيتوه في قريعه ما عليكم الا تعقموا قريعه الزاج وديروه فيها وتضيفوا ليه زويته روميه. فهكا البنات كنكون نظمت الحويجات، اهم الحوايج اللي غنبغي نخدم بهم هذا الاسبوع. يعني اي حاجه كنبغي نخدم بها فانا كنوجدها على بكري ديال الاسبوع. كنقول لكم البنات اليوم تقديت السبت، يعني هادشي يعني هيليق ليا غير من الاثنين حتى الجمعه ان شاء الله باذن الله الا بقينا بالحياه. نفس الطريقه جمدت بها هنايا عندي البنات كيلو ديال الميلون، جبتها اللي غسلتها مزيان ودرتها في بابي سولوفان. جبت حوته كبيره، جبت الكفته، جبت جوج صدور هنا ديال الدجاج، وجبت الحيمه هنايا اللي غادي ندير بها طاجين غير انا وراجلي. الوليدات ما كياكلوش ليا اللحم. دونك هذه ديال السيمانه كامله الاسبوع كل حاجه عارفه شنو غادي ندير بها. ولي نيغيت كناخذهم الليله بليلتهم، كندوز للكارفور كناخذهم. بحال دابا بغيت ندير لهم نهار الثلاث كنمشي اثنين بالعشيه كنجيبهم وكنستعملهم. هنا لي فخوي خديت حتى هما ديال الاسبوع غسلتهم مزيان، يعني ما غيكفيونيش هادو الاسبوع كامل مي غير ديك 3 ايام الاولى ديال ليكول باش كندير لهم هكا صالاد دو فخوي. فتا هما غنغسلهم وغنوضعهم في الثلاجه. نفس القضيه بالنسبه للكوتي ديال الوليدات. فخديت لي انا دانون اللي كناخذ في العشاء، خديت الوليدات دانون. عائشه كتبغي دانيت بوحديتو ما كتبغيش ليا داناب، عكس عمره اللي تيبغي داناب. فكل واحد تناخذ له شنو تيبغي. كنجيب لهم لو جو ديال الاسبوع كامل. راكم عارفين البنات باش نعصر الليمون شاك جو غدا، راكم عارفين كاع الوليدات كياخذوا العصير المعلب. مع العلم ان يعني ما كنصحش به كاع الوليدات مي هكا غير يعني راكم عارفين ليكول ضروري ما تفيقيش كل صباح تعصري وتدي. يعني باش نكونوا صريحين راه ماشي اي واحد تيفيق يوميا الا الا كانت المراه جالسه في الدار، فهاديك حاجه اخرى. فكتنوض كتعصر الوليدات العصير. بزاف د الحوايجات انا كنوض الصباح عاد كنطيب عاد كنلبس ليهم عاد خصني نلبس انا نوجد لهم الفطور نفطرهم نفطر انا نهز صك د الماكله عاد نهبط للترونسبور. يعني بزاف عليا فكنفضل كناخذ لهم كوتي ديالهم كنحيد عليا بعدا غير الفطور وهكا العصير الغدا. حتى تنجي في العشيه عاد عصرت لهم انا شي ليمون في الويكاند هكا ولا لا شربوه في الزنقه يعني طبيعي ولا. فكنحاول نحيد عليا اقل الاضرار البنات راكم عارفين باش كنوجد للصيمانه. وهذا ما كان غادي نستفاد شي تا هو في الثلاجه. نحيدوا عليا العصير ديالي الحليب ديالي كلشي اللي كنستعمل غنوجدو ونخبيه في الثلاجه. كاين الناس اللي هما كونطخ هاد لي جو هادو فانا كنقول لهم يعني كل واحد راه عندكم الحق مي كل واحد تيمشي على حسب ظروفه. هنايا انا صراحه عجنت لهم رغيفه خبيت لهم هنايا دي بسكوي هكا غير الكوتي د العشيه ملي كيبغيو يخرجوا في المدرسه كيجيهم الجوع. وهذا البنات هو الفريت اللي شاركت معكم ديال البطاطا اللي فيها النباته. هي الصراحه راه زايده خديتها انا ب9 دراهم الكيلو ولكن راها غزاله كتجي بحال ديال لي سناك مقروشه وكتشهي. دزت البنات نحيد عليا شي لوينيات كانوا من الفطور ديال الدراري خليت لهم الفطور عاد خرجت فطرتهم حيتهم هكا عليا قبل من الغدا. ومن بعد غادي نرجع معاكم باش نكملوا الغديوه ديالنا. يقولوا لي البنات واش حتى نتوما كيفيضوا عليكم اللواني؟ والله العظيم الا ما بزاف ما تيتقاضاوش هما والتصبين والنشير ما شي حاجه اللي سبحان الله ما كتساليش. وصافي غندوز نغسل هكا اللوينيات. قبل ما نغسل اللوينيات وجدت واحد لو جو اللي كيبغيوه الوليدات الصغار كاملين. انا وليداتي كيحماقوا على خيزو والخيار محكوكين وزدت ليهم العصير. وهذا هو الجوج ديال البنات كما تتشوفوا جا محمر واحد لاصوص فيه كتشهي. وكان هذا هو الطبق ديالي. هاد التغميره راه درتها البنات واقفه ما درتش فيها بزاف ديال المرقه ولا الماء، طيبتها غير بزويته بلديه جات واقفه. ما شهيتكم اللي كتوحم تسمح ليا بزاف بزاف بزاف. وهذه هي تكتوكه ديالي هذه راه فيها غير زويته بلديه البنات يعني جات غزاله. الفريد جا مقرمش وناشف من زيت البنات. غير جربوا ديك البطاطا اللي قلت لكم عليها
كانت هديه غديوتي كفكره لوجبه الغداء سهله ولذيذه وبنينه وناشفه كما كتشوفوا. يعني التغيميره راه جات واقفه ولذيذه لذيذه لذيذه بزاف. قبل ما نحطها البنات زطفت ليها واحد شويه عصير د الحامض، زاد بننها. وكان هذا هو الديسير ديالي، طبق ديال الديسير ديالي الاخير، فيها كشيه ديال لي فخوي مقطعين. وكان حماق البنات، ما تضحكوش عليا، كان حماق على جولدن. منين نسالي الغدا ناكلو، واخده البواط الكبيره، ديما خصني واحد 4 ولا واحد 5 ديال الحبات كنحطهم حدايا. ما تضحكوش عليا البنات، كيحمقني هكا نديرو مع لي فخوي. وجمعت لكم الوقفه البنات في العشيه، ونضت كندير في الرغايف باش نوجدو حتى هما الكوتي ونخبي منهم الوليدات هكا اليوم الاولى ديال ليكول. فتماره ما خرجتكمش اليوم معايا من الكوزينه يا البنات، ضربت التمره ديال بصح، ولكن غادي نرتاح ان شاء الله في الاسبوع، كنجي عيانه من الخدمه. دونك يلا نلقى كل شيء واجد، وعاد نقدر ندير واحد كيكه هكا نهار الاحد ان شاء الله باش نخليها حتى هي واجده. نهار نديرو مكا كيكه، نهار رغيفه، نهار شي حاجه اخرى، خبيز فيه شوكولا ولا حريشه ولا اي حاجه. وهكا كنكون وجدت يعني حيدت عليا تماره وحيدت عليا. اهم حاجه بنات كنصحكم بها هي تكونوا يعني نتوما مرتاحات، داكشي اللي كتشوفوا مسلككم ديروه. كنفضل انني نضرب تماره السبت والحد، ولكن راه الاسبوع كامل كندوزو مرتاحه، عندي كلشي واجد، عندي كلشي منقي. اون فوا كنجبد داكشي الصباح قبل ما نخرج، كنجي كنلقاه تسلق من الكونجيلاتور، وكنطيبو العشاء ولا الغدا ديال لاخد اللي كنبريباريه للوليدات. الكوتي ديالهم حتى هما كنحيدوا عليه كما قلت لكم بحال بهذه الطريقه هذه. ومنها وجدت دابا اليوم كوتي مع كويز اتاي، جاوا رغيفات كيشهيو. دابا نشاركهم معكم مره اخرى ان شاء الله. جاو فتيين غزالين ومرقين البنات، بعجينه اللي ساهله بزاف، راه عافاكم حادقات وكديروا ما احسن منهم. مي كنديرهم بواحد الطريقه انا اللي ساهله ومو بسطاطه. نشاركهم معكم مره اخرى ان شاء الله. هنا راه كنحلهم، كندهنوا حيده هكا بكيري من الداخل، هذه دهنتها بكيري، كندهنوا حيده باملو، وكندهنوا حيده بالشكلاط من الداخل، وكنقسمهم هكا في النص، عاد كنحطوهم في الطبيصل كيجيو ساهلين. اللي كيبغي شي حاجه كياخذ منها. نتمنى البنات ان هاد الفيديو اليوم تكون عجباتكم. الا عجباتكم خليو لي لي لايك ديالكم ولي كومونتير الزوينه اللي كتفرحني. وانا كندير الكوتي، ما كنساش نجلس مع وليداتي حتى هما ونعطيهم وقتهم ونتفرج معاهم في لي ديسانيمي ديالهم. كنعطي لكل حاجه وقتها. كنموت عليكم، شكرا بزاف ليكم، دمتم في رعايه الله، مع السلامه.